أمريكا كانت بتغرق أكتر يوم بعد يوم، عدد القتلى بيزيد والمعنويات بتنزل، والفيتناميين بيستغلوا كل فرصة يهاجموا بالليل ويختفوا بالنهار. الجنود الأمريكيين بدأوا يشكوا في كل حاجة، حتى في الغابة نفسها وفي القرويين وفي قادتهم. بعضهم قال احنا بنحارب ناس مش بنشوفهم وبلد مش بتستسلم. سنة 1963 أمريكا قررت تنسحب رسميا، وقعوا اتفاقية سلام في باريس وسابوا الفيتناميين يكملوا حربهم بنفسهم. وفي سنة 1975 بعد سنتين بس الجيش الشمالي دخل سايغون ورفع علم فيتنام الموحدة، وهنا انتهت الحرب اللي استمرت 20 سنة، لكن الجرح لسه مفتوح. حرب فيتنام مش كانت صراع بين دولتين، كانت صراع بين الكبرياء والواقع، بين آلة الحرب وإرادة الإنسان. هنا انتهت حرب فيتنام، بس الحكاية اللي سابتها وراها لسه بتتقال لحد النهاردة عن بلد صغيرة واجهت إمبراطورية وكسبت. سلام.